اللهم بارك أحلى صينية محشي بطعم وشكل جديد. صينية محشي ورق خاص بكل بساطة وسهولة هتعمليه وهتتفاجئي من حلاوة طعمه وجماله. يلا نشوف عملناه ازاي بكل بساطة وسهولة. واحلى حاجة يا ست الكل ان انت تستغلي موسم الخس كده، والخس مالي السوق، فبجيب الخس بتاعنا وبمسك الخصاية بنضفها من اي ورق زوايد مش حلو من بره، وببدأ اخد الورق كده اقسمه بالنص مرة واحدة كده. اقسم الخصاية عشان انا عايزة الورق بس، تمام بالشكل ده كده، ما بنزلش تحت قوي علشان ما اخدش عروق من الخس. وبقية الخس ده طبعا بنغسله وناكله جنب الشندوتشات. وباخد ورق الخس اغسله غسلة محترمة واسيبه يتصفى، ونحضر بقى تقلية المحشي في حلة على النار. حطيت فيها معلقتين زيت ومعلقة زبدة او سمنة، وبنزل عليهم ببصلتين متوسطين كده متقطعين صغير، وادبل البصلة كده. واول ما اشوحها وتبدأ تاخد لون اصفر بنزل عليها بطماطم متسبكة، وممكن تنزلي بطماطم عصير مفيش اي مشكلة، وبغطي التقلية واسيبها تتسبك. وفي حلة بقى فيها مية مغلية وحطيت فيها معلقة ملح كده، وبنزل بورق الخس بعد ما غسلته كويس في المية ديت، ومن غير ما احطها على النار ولا حاجة. هو كده يا دوبك بعد ما بنزل فيه بدقيقة بطلعه كده في مصفى. هو كده اتسلق وبقى مية مية من غير ما احطه على البوتاجاز خالص. يبقى في مية مغلية بنزل الورق بتاعي ويكون فيها شوية ملح، ويعدي دقيقة على الورق وهو في المية، واطلعه على طول في مصفى كده جاهز معانا. ونحضر بقى خلطة المحشي اللي بجد مش هتغيروها لو جربتوها. بحط كده بصلتين برضو متوسطين، وطبعا فلفل مقطعه صغير مع شطة كده حراقة، وخضرة المحشي اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة ومقطعهم صغير، والملح والفلفل والكمون، تمام، فلفل اسمر وكمون. واديهم تقليبة بقى مع الرز بعد ما غسلته وصفيته كويس ونزلته كده على الخلطة بتاعتنا. وبعمل فتحة كده، واحط بقى حوالي معلقة كبيرة توم كده، وانزل عليها بمعلقتين زيت على معلقتين سمنة او زبدة، واكون مسيحاهم ومسخناهم كده، وانزل اطش التوم بيهم. وبعد كده بحط التقلية اللي حضرناها مع بعض، وابدأ اقلب بقى وشمي احلى خلطة محشي. بجد الريحة خطيرة وبيبقى طعمها في حتة تانية. وصلوا على حبيبنا النبي يا حلوين، ونبدأ بقى مع بعض نلف كده ورق الخس بتاعنا بكل بساطة وسهولة. وبايدك الحلوين بقى ابدأي لفي المحشي بتاعنا. هاتي بلانشة بفرد عليها ورق الخس بتاعنا كده كذا ورقة، وببتدي احط في كل ورقة حبة رز بالمعلقة كده من اللي هو خلطة المحشي اللي حضرناها مع بعض، وابدأ الف. وبجد الطريقة دي سريعة وما بتاخدش اي وقت خالص، وبتخلصي بسرعة وفي الانجاز، ومن غير ما تتني اي حروف الورقة. هو بتحشيه زي الكرنب بالظبط. وممكن طبعا لو متعودة تحشي على ايدك احشي على ايدك مفيش اي مشكلة. ونكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. وهحشي انا بقى المحشي. انا كده وريتكم كذا صباع اهو للبناتيت الجديدة اللي بتدخل المطبخ بكل بساطة وسهولة. اهو تقدروا تعملوا احلى محشي ورق خاص، وبجد يا جماعة هتتفاجئوا من جمال وحلاوة طعمه. وهكمل بقى الكمية كلها، وشايفين جمال الصوبع المحشي. وبجهز الصينية بتاعتنا واحط فيها بصلاية متقطعة شرايح كده علشان المحشي ما يلزقش. وبكمل الكمية كلها، وشايفين بسم الله ما شاء الله الصينية منظرها بيتكلم عن نفسها. ابدأ بقى اسقي الصينية بتاعتنا بالشوربة اللي هي المرقة يعني، تمام. زقتها بحوالي 3 كبشات كده من الشوربة، وبسيبها على نار عالية. اول ما تتشرب بهدي النار واغطيها واسيبها تستوي براحتها. وبصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما استوت مش بتحتاج شواية، هو بيبقى واخد لون تحفة. الله اكبر، بجد خطيرة، هتعجب كل اللي جربها. وما شاء الله بدأ يقلبيها كده، وشايفين البصل مش لازق من تحت ولا حاجة، وحمى الورق بتاعنا ان هو يلزق. وكنا عاملين معاها فرخة محمرة كده وقدمناها، وبألف هنا وشفا. احلى صينية محشي ورق خاص. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة، وتقولي لي رأيكم في التعليقات. سلام.